ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحه وفي احسن حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم ارحم امي وارحم ابويا واجمع ما بينهم واسكنهم الفردوس الاعلى. بصوا حبايب قلبي، انا عارفه ان الروتين مش احسن حاجه وان الاضاءه مش حلوه، ماشي، بس انا حبيت اصور الفيديو ده معاكم. انا غصب عني فتحت الفلاش، انا لما بفتح الفلاش الكاميرا بتبوظ، بس باذن الله الفيديوهات الجايه هتكون احسن وافضل من كده باذن الله. انا حبيت اطلع اشكركم واقول الف شكر ل5000 متابع. ربنا يسعد قلوبكم يا رب، ويا رب اكون عند حسن ظنكم. بصوا حبايب قلبي، انا طالعه اتكلم برضو معاكم في نقطه. الحمد لله، دايما بحمد ربنا. الحمد لله يا رب، الحمد لله على كل عطيات ربنا. الحمد لله يا رب وانا راضيه الحمد لله بكل اللي ربنا بيدوني، انا راضيه الحمد لله. وربنا الحمد لله مديني نعم كتير الحمد لله، بحمد ربنا عليها ليل ونهار. ويا رب يحفظ لي عيالي يا رب، ويحفظ لي زوجي الحمد لله. بصوا يا حبايب قلبي، انا الشقه دي انا ما وضبتش فيها اي حاجه، زي ما خدتها من الراجل الحمد لله وسخناها وبوظناها، تمام. فانا خايفه اوضب واصرف، وفي الاخر برضو محمد ابني شقي فوق ما تتصوروا، ربنا يخليه يا رب ويبارك في عمره، شقي فوق ما تتصوروا. يعني انا عندي طفل عنده 3 سنين ونص، بس ما شاء الله اللهم بارك، واخد شقاوة العيال كلها بصراحة. حيطة يقشر، يعني حتى الدهان بيقشروا. المطبخ، يدخل المطبخ والله العظيم يطلع كل اللي في المطبخ في الصالة، ويطلع كل اللي في الأوضة في الصالة، ويطلع كل اللي مش عارف ايه في ايه. يعني بصراحة انا بفضل طول اليوم والله العظيم اروق، تمام. دي حاجة. تاني حاجة، انا نفسي اوضب كده وايه. وزوجي يعني بيجيلي كل شهر زيارة، هو شغال في مصر وبيجي كل شهر زيارة. فانا عايزه اما يجي يلاقي الشقه حلوه ويلاقي الشقه كويسه ويلاقي الشقه شكلها كويس ومش عارف ايه. بس انا مش عارفه خايفه اوضب. انا كنت الشقه اللي انا واخداها دي، كان الراجل موضبها سوبر لوكس وعامل لي السطوح من فوق عازل، ماشي. بس والله العظيم متبهدله جدا محمد. فادعوا لي ربنا يرزق كل مشتاق يا رب. وان شاء الله ان شاء الله. انا غسلت المواعين وبعدين النور قطع، قلت بقى خلاص اقعد اشرب كوبايه قهوه، عيالي بيشبطوا، بعمل دورين انا ومحمد دور وملك ومريم دور. فربنا يرزق كل مشتاق يا رب، وربنا يرضيكوا يا رب، واللي عايز اطفال ربنا يرضيه بالبنات ويرضيه بالصبيان يا رب. وربنا يا رب يجعل اللي ما عندوش شقه يا رب يرزقكوا شقه ان شاء الله، لو اوضه وصاله يا رب. اهم حاجه راحه البال، ربنا يريح قلوبكم ويسعد قلوبكم يا رب. دايما عينوا قرش لبكره يا جماعه، تعرفوش بكره مستخبي في ايه. والله العظيم فعلا، والله العظيم الحمد لله يا رب، الحمد لله انا مش بعين اي حاجه والله العظيم اللي جاي على قد اللي رايح. بس الواحد بيحاول يمسك على مصاريفه شويه، يسد حاجه شويه. ابدا اجيب حاجات توضيبات واعينها، بس مش هوضب دلوقتي، انا هجيب وهعين بس مش هوضب. اما محمد باذن الله يخش اولى ابتدائي ابدا اوضب في الشقه، لان يا جماعه محمد ابني يعني ربنا يبارك في عمره يا رب ويحفظه ويخليهولي. حبيت اتكلم معاكم لان انا هعمل فيديوهات روتين وهعمل فيديوهات توضيبات، فانتوا ممكن تقولي يا بنتي وضبي، يا بنتي مش عارف ايه. يا جماعه بصوا، الفلوس اللي بوضب بيها انا بعينها لحاجه تانية في دماغي، انا نفسي اعملها برضو باذنك يا رب. فانا اوضب واصرف على الشقه، وابني والله ماشي ورايا، بيمشي ورايا بوظ الدنيا والله العظيم. فانا لا، انا مش مرجحه التوضيب خالص. فباذن الله الفيديوهات اللي جايه ابدا بقى اجيب ستاند واجيب حاجات اضاءتي وحاجاتي، بس مش هوضب. يعني لما تشوف الشقه مش متوضبه انا مش هوضب. فربنا يسعد قلوبكم جميعا. اللي عنده طفل يصبر على ما ابنه يكبر شويه، لانه بيوسخ الدنيا. فانا هصبر شويه. انا نفسي اوضب والله العظيم وكل حاجه جاهزه، بس المشكله عندي في الفلوس اللي هدفعها وهتروح على الارض. يعني انا لسه موضبه الصاله وهو بوظها، كنت عامله ديكور حلو بوظ. فانتوا قولوا لي رايكم برضو في التعليقات، وانا هتقبل اي راي.